طاجن كباب الحلة، ودي أول وصفة من وصفات رمضان، وحقيقي دي من أحلى المرات اللي عملتها فيه. هقول لكم كل تفاصيلها وإزاي نطلع اللحمة دايبة ومستوية كده. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ويلا نبدأ وصفتنا النهاردة. أول حاجة في الحلة أو الطاسة على النار حطيت معلقة من الزيت مع قطعة من الزبدة. أول ما هيسيحوا كويس جدا هبدأ أشوح اللحمة اللي أنا هستخدمها أو اللي بفضلها في كباب الحلة بتبقى يا إما قطعية السن أو الموزة. الاتنين بيبقوا حلوين قوي، لازم اللحمة يبقى فيها نسبة دهون كده. وهبدأ أشوحها من على الجنبين، وأول ما تاخد لون حلو هطلعها على طول. أنا مش عايزة اللحمة تستوي، أنا عايزاها بس تاخد لون حلو. بعد طبعا أنا استخدمت النهاردة كيلو تقريبا من اللحمة، بعد ما أشوحها على مرتين هطلعها على طول، وكل ده على نار عالية. نص كيلو من البصل قطعته شرايح بالشكل ده، هحطه في نفس الطاسة في نفس المكونات اللي كانت موجودة مكان اللحمة، وهبدأ أشوحه. هقلبه لحد ما يبدأ لونه يصفر. بحب اضيف قوي مكون بيميز الكباب الحلة بتاعي، هو خل البلسمك. بضيف معلقتين كبار من خل البلسمك، وده بيديله مزازة وطعم حلو قوي. وهقلبهم كده، هقلب البصل لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. ده مش هياخد وقت معاكم كتير، وخل البلسمك هيديله اللون والطعم حلو قوي. بعد كده هبدأ أرجع اللحمة اللي احنا شوحناها، هرجع كل الكمية. وبضيف النهاردة توابل بسيطة جدا: ملح، فلفل، وسبع بهارات. ممكن نضيف أي توابل تانية بنحبها. كمان بحب أضيف ورق غار، ممكن حبهان، أو أي توابل ومنكهات تانية بتحبوها. هديهم تقليبة كده مع بعض، هقلب كله مع بعض. وآخر حاجة هنضيفها هي المية السخنة. بضيف مية سخنة يدوب تغطي اللحمة والبصل اللي احنا استخدمناهم. بغطي عليها واسيبها على نار متوسطة، هتستوي براحتها. وكل طبعا فترة بفتح الغطا، ولو محتاجة مية كمان بنزودها لحد ما اللحمة تستوي تماما. وفي الوقت ده بدأت أقطع مكعبات البطاطس، وهبدأ أشوحها في الزيت أو أسويها في الزيت. طبعا ممكن ندخلها في الاير فراير أو في الفرن لو حابين، أنا بحب أحمرها في الزيت. ده الكباب الحلة بعد ما استوى، أو اللحمة بعد ما استوت، الريحة خطيرة. بعد كده هنقلها طبعا في الطاجن اللي هدخلها فيها الفرن. واكيد هنضيف عليها مكعبات البطاطس اللي احنا حمرناها. زي ما قلت لكم البطاطس ممكن ندخلها في الاير فراير لو مش حابين تقلوها، او في الفرن. وكمية البطاطس دي حسب ما بتحبوا. بعد كده خلاص الطاجن بتاعنا جاهز. هدخله بس تحت الشواية لان كل حاجة مستوية. هياخد حوالي 10 دقايق تحت الشواية، وبعد كده هيطلع وتاكلوا احلى طاجن كباب حلة بالبطاطس. خطير، لازم تجربوه مع البطاطس لاني متأكدة هيعجبكم، ومتأكدة هتعتمدوا الطريقة دي على طول. جربوه ومتأكدة هتحبوه. ولو أول مرة بتشوفوني وعجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير.